بصوا يا جماعه، انا عايزه اعيشكم اللحظه. الجو زي ما انتم شايفين الدنيا كحل. الاول كان ممكن البيوت بتقطع، في بعض الاحيان كان بيشغلوا اضواء عواميد الكهرباء. دلوقتي مفيش، عشان الناس على الاقل تمشي عليها. بصوا كله ماشي زي ما انتم شايفين على انوار الموبايلات، فلاش الموبايلات. والانوار اللي في الشارع دي على اللي هي النمط العربيات لو حاجه معديه زي ما انتم شايفين. بس الشوارع كلها كحل، الناس ماشيه في كحل، طبعا دي خطوره. بصوا بقى هوريكم عندي انا وقاعدين دلوقتي طبعا على نور الكشاف زي ما انتم شايفين. تمام يا جماعه، هو النور ما جاش ولا حاجه، بس انا اللي نورت الفلاش بتاع الموبايل لانهم خبطوني كده بالدماغ وقالوا لي انت لسه واطيه هتصوري وتاخدي الكشاف بتاعنا ده ضوء عيوننا، فاخدوه مني. فانا اضطريت ان انا اضحي بالفلاش بتاع الموبايل، ربنا يستر ما يفصلش. عايزه اقول لكم يا جماعه على حاجه مهمه جدا. لما يقطع النور، نصيحه قالها لي واحد بتاع الكترونيات، ان لما يقطع النور لازم تفصلوا اللي هو من الكهرباء بتاعتكم الرئيسيه اهي. انا هفصلها ليه؟ انا عندي حاجات باظت كتير جدا بسبب ضغط الكهرباء. هم هينفعوني؟ مش هينفعوني بحاجه. يقول لك خففوا الاحمال، بس انا صارفه على الحاجات دي. الكمبيوتر باظ، التلفزيون الريسيفر بتاعه باظ بسبب الكهرباء اللي بتروح وتقطع. فقالوا لي واحد بتاع الالكترونات قال لي ريحي دماغك لان ممكن الكهرباء بتيجي عاليه. انا افصلي من عندك، افصلي اهو. انا بفصل كله من خليته اوف بقى. احنا زهقنا اوف. انا والله يا جماعه دي نصيحه اعملوها، لان بجد شايف انت بقرر انت عاجبك اللي بيحصل. فوالله ان حصلت حاجات كتيره. الريسيفر باظ واتحرق بسبب ضغط كهرباء. اسمه ايه ده، المشترك طبعا بتاعه لما تشوفوه من كتر ضغط الكهرباء يعني ساح بشكل غريب. وغير كده وكده ان قولوا معايا يا ربي، الكمبيوتر كمان كان باظ ولسه جاي من التصليح بسبب ضغط الكهرباء. فانتوا تريحوا دماغكم بقى، لان ممكن لا قدر الله تيجي في اجهزه كبيره زي الثلاجات، ممكن غسالات، ممكن تيجي في اي حاجه، فممكن دي تاثر. فانتوا ما تقولوش بقى هتفضلوا يقطع النور تشيلوا الفيش وبعد كده تيجي تحطوا الفيش، فممكن يعني انتوا تسهوا. فعلى ايه تطلعوا كده على البوكس بتاع الكهرباء وتيجي انتوا زي ما انا عملت كده اهو، تفصلوا تخلوه اوف بقى اوف. يا رب ارحمنا برحمتك ونعدي الموضوع الكهرباء على خير. دلوقتي بقت بتقطع في مواعيد حتى غير المواعيد اللي احنا عرفناها. بقت تقطع في مواعيد ان حد بيلعب، والله العظيم مواعيد خلاص ما بقيناش عارفين. الاول كنا بنجهز نفسنا واللب والسوداني والحاجات ونجهز نفسنا عشان النور هيقطع دلوقتي ونقعد في البلكونه. دلوقتي بيقطع في مواعيد غير معروفه وعلى سهوة كده، فده ممكن يأذي اي حاجة. فانتوا يا جماعة يا اللي بتقطعوا الكهرباء علشان تقولوا هتخففوا الاحمال، انا سمعت ان هم قالوا ان قطع الكهرباء ده هيستمر لغاية اخر شهر 8، يعني هيكون اتسلقنا. وغير كده وكده ان في اجهزه بتبوظ بسبب لعب الكهرباء اللي كل شويه بتقطع وبتيجي، دي ممكن بتيجي بضغط عالي فبتبوظ اجهزه. انتوا مش هتنفعوني. غير كده وكده انا عايزه اشوف فاتوره الكهرباء اللي هتيجي السنه دي ايه الشهر ده او الشهور دي هتيجي ازاي. بتقولوا خففوا الاحمال وانتوا خففتوها علينا غصب عننا. هتيجي بقى قد ايه؟ انا عايزه اشوف الفاتوره. على رأي علاء شريف بيقول لي نشوف الفواتير كمان هتيجي تخفيف احمال. والله اهو هبقى اوريها لك تخفيف احمال هي ولا لا. بس انتوا مش هتنفعوني لما تيجي اجهزه بتبوظ وانا افضل اصلح فيها. وتخفيف احمال ايه؟ مش تخفيف احمال ولا حاجه، ده انتوا كده بتكلفونا اكتر واكتر والاجهزه بتبوظ ومش هتنفعوني بحاجه. لان لا قدر الله لو حد باظ عنده تلاجة ولا غساله ولا تلفزيون ولا ريسيفر ولا كمبيوتر ولا اي حاجه، لا يا جماعه لا بجد. لان الحاجات دي بقت مكلفه. الحاجه اللي كانت مثلا يعني فور اكزامبل يعني مثلا بجنيه بقت ب10 جنيه، اللي كانت ب20 بقت ب60 و80. يعني اضربوا الحاجة في 3 و4 ويمكن اكتر. فانتوا ارحمونا، لان الحاجات الاجهزة دي الوقع فيها جامدة. والناس دلوقتي في ظل الاسعار العالية جدا دي بقت بجد تعبانة. انا عايزة اعيشكم لحظة جوه معلش انا اسفة يا بقار، بس هخش اصور في الضلمة.
لا خلينا كده مع بقار يجي كده يهون علينا. فبجد يا جماعة خلي بالكوا، خليكوا حريصين، الحرص واجب. واعملوا زي ما الراجل بتاع الالكترونيات ده هو نصحني بالنصيحة دي وانا بعملها. ساعات طبعا الكهرباء بتقطع واحنا نايمين الصبحية، فطبعا هعمل ايه، هعملها ايه؟ فبضطر ايه بقى، اللي صاحي بيحاول يطفي بوكس الكهرباء، انما اللي احنا نايمين ربنا يستر وربنا بيسلم، والله بقى في قمة رعبي الحاجة ورا التانية. في ناس يقول لي ده حسد، يا جماعة مش مسألة حسد ولا بتاع، هي مسألة ان الحكومة ايه، يعني بتلعب معانا استغماية. هنلعب مع بعض استغماية، بس انتوا لو بقى الحاجة اجهزة باظت عندي انا، مين هيصلحها؟ كل سنة وانتوا طيبين. واقول ايه، ربنا يعديها على خير، ربنا يسلم.